أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الديمقراطي على قناة الديمقراطية من لندن. في حلقة اليوم سيكون معنا في حوار حول تطورات الأوضاع في العراق السيد صلاح المختار، وهو سياسي بعثي عراقي. أهلا بك سيد صلاح. أهلا مرحبا أهلا مرحبا. سيد صلاح، نبدأ الحوار اليوم حول أوضاع العراق سيكون مفتوح حول مختلف الموضوعات. أبدأ معك من ما يقوله البعض أن كل المآسي والإخفاقات التي يعيشها العراق اليوم هو نتاج طيلة فترة حكم البعثة، هو من خلق الطائفية هكذا يقولون وقسم العراقيين، هو من هيمن على مقدرات العراق وهمش بعض العراقيين وغيره. ما تعليقك على هذا الكلام؟ قبل كل شيء اسمح لي أن أتوجه بالشكر لقناة المستقلة على إتاحة هذه الفرصة الثمينة لنا للتعبير عن وجهة نظر المقاومة العراقية والتيار القومي العربي في العراق، والذي لا تعطى له الفرص في أغلب الفضائيات وأجهزة الإعلام لإيصال رأيه. طيب، فقط نذكرك الأستاذ صلاح أنك مع قناة الديمقراطية وليست المستقلة. ديمقراطية، أنا آسف. أنا آسف. أول ملاحظة حول السؤال هي أن هذا السؤال والجهات التي تطرح ما ورد في هذا السؤال وليس قناتكم المحترمة يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي تبرئة الاحتلال الأمريكي والإيراني من كافة ما يجري في العراق من جرائم ومن كوارث ومن انحرافات ومن فتن طائفية وعرقية ومن فساد. إذا حمل حزب البعث مسؤولية ما يجري في العراق الآن